من نوافذ إحدى العمارات المشتعلة بالمجمع السكني أزرو بأكادير تعالت صرخات الساكنة طلبا للنجدة. حريق شب في العمارة عند حوالي 11 ليلا. استغاثة السكان لم تجد في البداية غير جيران العمارة الذين تدخلوا لإنقاذ 3 نساء أصبن بحالة اختناق، حالة إحداهن وصفت بالخطيرة. خرجت طلعت من السطح، هوت درت الجيب على حال دعي، هوت جيت لقيت مرة طايحة هنايا انا والدري، عيط الدراري طلعنا لفوق هزينا حطينا في السطح. الوقت اللي هاد الناس ديال البومبيه عاد حضروا، ملي حضروا الناس ديال البومبيه دخلنا الدار الاولى لقينا واحد الحالة خطر، هذيك تقريبا 90% مولاتها حالة خطيرة بزاف، داتها لومبيلونس. أصابع الساكنة تشير إلى اختلالات في شبكة الكهرباء والماء تسببت في اشتعال النيران، خصوصا وأن حرائق سبق أن شبت في عمارات أخرى بنفس المجمعات السكنية، كان آخرها حريق اندلع العام الماضي بعمارة بمجمع ابن زهرة السكني أودى بحياة شخص واحد. الماء مختلط لنا مع الضوء، ثم كاين هذاك التركيبات ديال الكفر اللي كاين ماشي في المستوى، ورغم التدخلات لدى الشركة باش تجي تراقب هذه المسائل، وحتى المسؤولين على الكهرباء بالمراسلات اللي قمنا بها سواء كسانديك ولا كرئيس ديال الفيدراليه ديال السانديك على مستوى اكادير، ولكن لحد الان ما كاين حتى شي واحد تيجاوب معنا. اللي جيتنا حنا درناه، حنا اسسنا فيدراليه ديال المجمعات باش نواجهوا هذا المشكل، لان الشركه لحد الان هي صامه الاذان ديالها، ما بغات تعطينا لا التصاميم ديال المجمعات، ما بغاتش تصيب لينا هذا الشيء اللي دارت فيه هي خروقات. شكاية اتحاد الملاك المشتركين ظلت تصف هذه المجمعات السكنية بالقنابل الموقوتة، لكنها بقيت من دون رد، ليبقى الخطر في رأي الساكنة قائما ما لم يفتح تحقيق جدي للوقوف على الأسباب الحقيقية لتوالي مثل هذه الحرائق والتدخل لرفع هذا الخطر عن الساكنة.